ويا صباح الفقع، بسوي معاكم اليوم وصفة لذيذة بالفقع. قبل لا نسوي الفقع بنسولف شوية عن طريقة التنظيف. أنا بنات نظفته معاكم قبل باستخدام فرشة أسنان جديدة مو مستخدمة. تحطين الفقع بماي، تنقعينه بماي، وبعدين تحاولين تنظفينه بالفرشة. الطريقة هذه حلوة بس يظل في رمل بالفقع، فش أسوي؟ الأفضل يعني إذا ما أبي كلش في رمل أقشره. في طريقة جديدة منتشرة بجربها الحين معاكم، أتمنى أن تكون يعني مفيدة. أول شيء تنقعون الفقع بماي وبعدين تنظفونه باستخدام المشخال. شفت الفيديو ذاك اليوم دازينه لي، والله حلوة الطريقة فبجربها معاكم. اوكي يلا نبدي تنظيف الفقع. اول شيء حطيته نقعته في ماي، تنقعونه فترة بالماي، بعدين تجيبين اي مشخال عندك اوكي وتحكين الفقع بهالطريقة على المشخال، تشيلين الطبقة الخارجية. طبعا شنو فايدة هالحركة؟ ان ما تشيلين وايد من الفقع، لان دايما اذا قشرناه نشيل نصه بالقشر. فهذه الطريقة تقشرين الطبقة اللي فيها رمل وتحافظين على الفقع. حبيت والله الطريقة بنات، سهلة وفعلا نظفت الفقع. شوفوا الطبقة اللي فوق هذه كلها راحت اللي فيها الرمل. اوكي الحين بكمل انظف، يطلع عندك الرمل والطبقة الخارجية تطلع هني، وشوفوا انتي محافظة على الفقع ما شلتي منه شيء. خوش طريقة، بس طبعا لازم تنقعونه بالماء قبل عشان يطلع معاكم الرمل بسهولة، أو تسوون الطريقة التقليدية اللي هي انقشره. شوفوا هذا كله راح، هذا كله رمل. شوفوا وهذا شكل الفقع بعد ما نظفناه وقصيناه، الحين عاد بنستخدمه. وبسم الله نبتدي وصفة اليوم. بسوي معاكم دياي محشي بالفقع. أول شيء الدياية غسلتها نظفتها عدل من داخل. دايما بنات احنا اذا بنسوي مثلا مكبوس دياي الأجزاء هذه نشيلها نقطها، صح؟ هذا الجزء وهذا الجزء نشيلها نقطه. احنا اليوم لأنه بنحشيها وبنسكرها فنحتاج الجلد هذا ما نشيله. هني المكان هذا تشيلون بس الجزء اللي فوق اللي متيمع فيه الوسخ وتخلونه علشان نسكر الدياية. وشلت بس طرف الجناح لأن هذا يسبب زفرة. تمام. بحشي الدياية فقع وفلفل وثوم فقط، هذه حشوتي. ما راح أسوي حمسة فقع، لا الفقع كذي على عدالة بحطه ببطن الدياية. قبل لا أحط الفقع ببطن الدياية بتبل الدياية بفلفل أسود وكركم. بحشي أول دياية قدامكم عشان تعرفون الطريقة. أول شيء نتبل بطن الدياية بالفلفل الأسود من داخل، فلفل أسود وكركم. أحط بالثانية بعد. ضروري تتبلون بطن الدياية علشان لا تصير زفرة. وهذا الكركم. اوكي نفرك البهارات عدل بكل مكان. بعدين باخذ كم حبة فقع احطهم كذي ببطن الدياية، وبحط فلفل حار وبحط ثوم وبسكر بطن الدياية. بس شلون تسكرين بطن الدياية؟ يا باستخدام الإبرة والخيط. اوكي انا متى اسكر الدياية بإبرة وخيط؟ اذا كنت محشيتها برغل، محشيتها فريك، الاشياء هذه اللي ما ابيها تطلع بالماي فاسكرها بإبرة وخيط. لكن انا الحين محشيتها فقع واشياء كبيرة ما راح تطلع، فاسكرها باستخدام الاعواد هذه، اعواد الاسنان. اوكي تحطينه كذي بالجلد بهذه الطريقة. شوفوا سكرته كذي بهالطريقة. بعدين تحطين ريول الدياية كذي على بعض وتحطين عود أسنان ثاني وبس
كذي تضمنين ان الفقع ما راح يطلع وديايتك يظل شكلها كذي مرتب. تمام. اللي ما تعرف طريقة العواد تقدر تسكرها بإبرة وخيط عادي. الحين بكمل احشي باقي الدياي وارد لكم. وحشيت دياياتي، شوفوا وش حلوهم، مؤدبات ومدلعات. الحين عاد بنبلش طبختنا. الحين بنفوح الدياي بجدر، حطيت ماي حار، طبعا بزيد الماي هذا مو كافي، وانزل الدياي. بسم الله. انا عادة بنات احمس، يعني ما احط الدياي بدون حماس، مستحيل. بس اليوم لان انا مو مخيطة الدياي فما اقدر احمس، اخاف الحشو يطلع وكذي. اوكي. طبعا هالطريقة تنفع وهالطريقة تنفع، كيفكم. حطيت الدياي، بزيد الماي. بنات شفتوا هذه الرغوة اللي تطلع، هذه لازم تنشال، هذه سفرة. إذا حمستي الدياي ما راح تطلع لك هالرغوة، علشان كذي أنا أحب أحمس. اليوم لأن أنا مو حامسة، شوفوا تطلع لك هذه الرغوة، ما يصير تحطين بهاراتك عليها، لازم تشيلينها بعدين تحطين شغلك وبهاراتك. هذه السفرة لازم تنشال. أوكي. طبعا أنا أدري الحين متابعات بيخلون الطبخ اللذيذ وبيخلون هذا كله وبيذبحهم الفضول منو بياكل معاك هالحزة. ليش مسوية 3 ديايات؟ بنت الهاشمي ليش تطبخين هالحزة؟ والله تعبت من كثر ما أرد على هالأسئلة، تعبت والله ينوكل، لا تحاتون، ما ينقط، ينوكل. شوفوا وش الزفرة، بعدين عاد أحط البصل، الثوم، البهارات. شلت الزفرة، أبدي أحط عاد التوابل والبصل والثوم. أحط شوية بصل مفروم، وكله بحط شوية بس. أوكي. وبحط ثوم مدقوق، فلفل حار، أحط البهارات. أول شي عندي هني بهار مشكل، بهار دياي، أي نوع تفضلونه. وبحط كركم، وشوية هيل. طبعا شنو اللي بيطيب هذا كله، شنو اللي بيعطي الطعم والخنة وكل شيء لذيذ؟ الفقع بفوحه بماي الدياي، ما فحته بماي ثاني، لأن أنا أبي طعمه، أبي الماي، أبي أطبخ العيش بماي الفوح. أوكي. فننزل الفقع بماي فوح الدياي. بسم الله. الجدر ألمنيوم، يعني شي يبيله ملاس الطيبين. أوكي. نقلب كل شيء على بعض ونضيف الملح ونغطي جدرنا ونتركه تقريبا ساعة إلا ربع يكون كل شيء مستوي. ضفت الملح. الحين بضيف قفشة سمن كبيرة. طبعا بنات أنا مسوية 3 ديايات، فالكميات اللي أضيفها كبيرة لأن الدياي وايد، عرفتوا؟ فلا يعني تنصدمون من كمية السمن والأشياء اللي أضيفها. أوكي. الحين أغطي الجدر وأتركه على نار متوسطة تقريبا قلت لكم ساعة إلا ربع إن شاء الله، ويكون كل شيء مستوي، وأرد لكم ونكمل مع بعض. يلا ردينا مرة ثانية. تقريبا الدياي صار له نص ساعة يطبخ. بطلع الفقع لأنه خلاص استوى. ما راح أطلعه كله، نصه بخليه ببطن العيش ونصه بحمسه مع سمن. طبعا ضحكون المتابعات يدزون لي والله بنت الهاشمي قاعدة تطبخين هالحزة ولا هذا تسجيل؟ لا خلاص، عشرة عمر، احنا 5 سنوات ما تعودت
صوتوا علي. وبعدين إذا تسجيل يبين إيش فيكم، ما يبين من ألبوم الكاميرا أو يبين إنه مسجل من فترة. لا والله قاعد أطبخ الحين. طبعا الفقع يا بنات طعمه خيال، أنا ذقته وشكله خيال. شوفوا بشيل، ما راح أشيله كله، بشيل جزء منه أحمسه مع سمن وأحطه فوق العيش مثل حشو، والباقي بخليه بماي العيش. بحمس الفقع الحين بقفشة سمن. استغرب انا بنات ان في ناس ما يحبون الفقع. تكفون هذا شلون ما ينحب؟ شلون يعني؟ انا بموسم الفقع اظل اكل فقع من بداية الموسم الى نهاية الموسم. مرات نفرزن، بس مهما كان الفريش احلى من المفرزن، يعني ما يطلع نفس اللذة. حتى اذا فرزنتيه ما يطلع نفس اللذة. فما ادري شلون والله في ناس ما يحبونه. طبعا ما راح اضيف له بهارات كلش، لان انا خلاص ضايفه حق ماي فوح الدياي، ضايفه بهارات وملح، فبس بعطيه كذي تقليبه بالسمن وخالص. اللي ما يحبون السمن تقدرون تستخدمون زبده. انا امانه من عشاق السمن، يعني يعطي الاكل نكهه لذيذه. الحين بنات بجدر ثاني بطبخ العيش باخذ ماي فوح الدياي، اوكي، وبطبخ فيه العيش. بحط ماي فوح الدياي وبحط فقع. طبعا انا ما اشخل الماي بكل شيء فيه، بالبصل بالثوم بهاراته كل شيء فيه. العيش غسلته ونقعته وبس. حطيت ماي فوح الدياي والفقع. انزل العيش الحين، بسم الله. بتركه الحين على نار عالية الى ان ينشف الماي، بعدين اقصر على الشولة واغطي الجدر. دايما اكرر هالمعلومات لانه يتابعوني طلبة، يتابعوني بنات صغار توهم داخلين المطبخ، فالمعلومات هذه تفيدهم. بس انا عادة بعد ما ينشف الماي احط منقوع الزعفران وماي الورد. اليوم ما راح احط كلش منقوع الزعفران وماي الورد عشان لا يضيع لي طعم الفقع. نبي نستمتع بالفقع. ممكن احط منقوع الزعفران على الدياي قبل لا اقلي، لكن حق العيش ماني حاطه. الحين بنات بقلي الدياي طلعته، بحط له منقوع الزعفران. هو عبارة عن شنو؟ زعفران وصبغة زعفران وهيل وماي ورد وماي حار. بحط له منقوع الزعفران وبقلي، وتقدرون تدخلون الفرن. بنزل ديايتي الحين بالدهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الفقع جاهز والدياية انقلت. الحين بنشب وخلصنا، ويلا جاهزين ننشب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا عيشي استوى. بنات تكفون عاد، حللوني سامحوني، انا اعذبكم تالي الليل. كل فايدتكم اعلمكم وصفات جديدة، مو المقصد تعذيب، لا والله حشا. شوفوا ما شاء الله جمال العيش.
جبت العيش، الحين احط ديايتي. طبعا الدياي بنات انا للحين ما شلت منها العواد، ها الحين بشيلهم. واحلى دياية محشية فقع. وحطينا ديايتنا اللذيذة، الحين عاد بنوزع الفقع. هذا الفقع اللي حمسته بالسمن. بسم الله، طبخة ملكية من الآخر، شيء مرتب، شيء يحبه قلبكم. عاد طبقوا بنات، موسم فقع الحين، طبقوا. ما شاء الله تبارك الرحمن، وعلينا بالعافية، واللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال، اللهم آمين. شوفوا أنا تعمدت ما أحط منقوع الزعفران على العيش عشان نستمتع بطعم الفقع والسمن فقط. بس بزين آخر شي بالصنوبر المقلي، ماني حاطة ليمون ولا بقدونس ولا أي شي، كافي جمال الطبق بالفقع. والصنوبر أنا أحبه، أحطه في كل شي يعني. وهلا باللذاذة، هذا الطبق اللي يسوى نسهر تالي الليل علشانه. ما شاء الله تبارك الرحمن، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. خلصنا، الحين عاد وقت الهجوم. عن إذنكم بنتعشى، والله غدا وهو عشاء وهو كل شيء وهو ريوق. الساعة بتصير 4 الفجر، وسلامتكم وتعيشون. خلصت طبختنا. طبعا الحين في ناس بيذبحهم الفضول، وين الديايتين يا بنت الهاشمي؟ راحوا حق راعي النصيب، عليهم بالعافية. أهم شي شوفوا ديايتنا شلون دلوعة، حاطة ريل على ريل، يحق لها والله تدلع. حاطين لها فراش من فقع، ما تبونها تدلع. معلومها. وطبعا لازم تدرون شيء أساسي، الخضرة والمعابيش واللبن ودقوس قراش. وأنا ما سويت دقوس ولا سويت شو اسمه سلطة، متعمدة والله عشان يستمتعون بس بالعيش والفقع. ويلا حبايبي عن إذنكم، مع السلامة.